لماذا كل هذا التحامل على المغرب؟ أليس المغرب هو من تبوأ الريادة عربيا وقاريا؟ أليس المغرب هو من شرف إفريقيا والعالم العربي في مناسبات كثيرة؟ لن أغوص في التاريخ، لن أتحدث عن مونديال 2002، لن أتحدث عن نصف النهائي، لن أتحدث عن كأس العالم للشباب، عن أمور كثيرة، عن النحاس الأولمبي، ولكن دعوني أتحدث عن دولة كتبت التاريخ كما أرادت، لأنه المغرب نجح وبامتياز في أن يقدم بروفا مونديالية. ربما كثيرون لا يستسيغون هذه الأمور لأنه المغرب ظل استثناء إيجابي. المغرب أضحى عطر إفريقيا والعالم العربي من خلال هذا الحضور وهذا التوهج بالعودة لنهائي كأس إفريقيا. قدر الله ما شاء فعل. كنا نمني النفس بأن نحقق الحلم، ولكن هذه هي كرة القدم. علينا أن نؤمن بأنه من يفوز في النهاية هي الروح الرياضية. مدرب السنغال بابي ثياو لم يكن كذلك. لماذا لجأ لهذا الأسلوب وهذا الابتزاز الكروي ومطالبة اللاعبين بمغادرة الملعب في فترة صعبة؟ كان يدرك بأنه سيمارس نوع من الضغط بطريقة أو بأخرى، ونجح في ذلك لأنه ربما أساء لمفهوم كرة القدم والروح الرياضية. هل عندما توج عاد ليعتذر لكرة القدم؟ لا، هذا الاعتذار لم يكن ليكون في حالة إذا ما خسرت السنغال المباراة النهائية. وبالعودة لأطوار المباراة، فعلا السنغال يظل منتخب كبير بمواصفات خاصة في ظل تواجد ساديو ماني، هذا الاستثنائي والكبير والرائع وجسر التواصل والمحبة، والرجل الذي نجح في إعادة اللاعبين لأرضية الميدان. وعلى أرضية الميدان كمنتخب مغربي افتقد المنتخب لأمور كثيرة: الضغط النفسي، السيكولوجي، إضاعة ركلة الجزاء. وهنا أدافع عن إبراهيم دياز لأنه في نهاية المطاف في هذه السن لاعب يافع، أحد أفضل لاعبي كأس إفريقيا، أن يضيع أمر طبيعي جدا في ظل كل هذه الضغوط. ربما كان سينجح ويتحول لبطل قومي، ولكن هذه هي كرة القدم. علينا أن نؤمن بإمكانيات كل لاعب. باجيو ضيع في نهائي كأس العالم، ميشيل بلاتيني، ديغو أرماندو مارادونا، زيكو، سقراطس، واللائحة الطويلة. وبالتالي علينا أن ندعم إبراهيم دياز. بالعودة للمباراة، أحيي مجموعة من اللاعبين، أحيي الكبير نائل العيناوي الذي ماذا أقول عن هذا المقاتل الذي سقى أرضية الملعب بدمائه؟ أتحدث عن مزراوي، وما أروعك يا مزراوي. هذا الرجل الذي يشغل أكثر من مركز، تألق في البايرن، في مانشستر يونايتد، لاعب من كبار القوم عالميا. دعوني أتحدث عن ياسين بونو. كبير هذا الحارس، عظيم هذا الحارس وما قدمه. أعتقد بأنه الأفضل في العالم. عندما نتحدث عن الحراسة في العالم، الماضي ليفياشين والحاضر بونو ياسين. أتحدث عن لاعبين كثر. مبروك للسنغال لأنها تستحق. في ظل اللعب علينا أن نكون منطقيين بالنسبة للأداء، بالنسبة للإمكانيات البدنية، التجانس. كمنتخب مغربي افتقد لبعض الأمور في ظل كل هذه الضغوط. لن ألوم اللاعبين، الوطنية كانت حاضرة، ولن ألوم الاتحاد لأنه قدم كل الدعم. ولكن هناك عتاب فيه الكثير من المحبة والصدق لوليد الركراكي. يا وليد، كتبت التاريخ كما أردت، صلت وجلت، حطمت الأرقام القياسية، كنت الاستثناء كمدرب، تحولت لبطل قومي وأنت توصل المغرب لنصف نهائي كأس العالم. في هذه الظرفية أعتقد بأنك تفتقر للمدرب والربان. لديك أسماء رنانة. أين هو حريمات مثلا وأسماء أخرى؟ لن أتحدث كرجل متخصص في الحديث عن الفنيات، لأنني في نهاية المطاف أظل صحفي وإعلامي ومذيع ومعلق، ولكن أتحدث بالنسبة لنبض الشارع. علينا أن نكون مرآة لك يا وليد الركراكي. ما حدث ربما لك نسبة كبيرة فيما حدث، ربما أنت بنسبة كبيرة من أجهدت هذا الحلم. في ظل خيارات تفتقر للإضافة النوعية كمدرب، وبالتالي عليك أن تقتنع بأنك أضحيت. تفتقر لمقومات المدرب الكبير في هذه الظرفية وفي هذه البطولة. ستظل كبير، هذا تاريخ، وهذه إمكانياتك كإنسان استثنائي وكمدرب كبير. ولكن في هذه المرحلة أعتقد عليك أن تتراجع إلى الوراء نسبيا، وأعتقد كوجهة نظر شخصية أن تتنحى لتبقى ذلك الكبير. القادم هو كأس العالم. علينا أن نرى مدرب يقدم الإضافة. قد تتحول لنادي آخر أو منتخب آخر وتصنع مجد من نوع آخر، ولكن هذه المرحلة مع أسماء مغربية علينا أن نختار الأسماء المهمة من كل الفئات. نحن من نتصدر العناوين على اعتبار بأننا صنعنا إعجاز كروي في ظل ما تحقق في المدة الأخيرة.
في فترة وجيزة، فترة سنة و4 أشهر و10 أيام، ما بين فترة 8 من ديسمبر عام 2025 عندما نجحنا في معانقة النحاس الأولمبي، ثم جاءت بعد ذلك نتائج على المستوى القاري، كأس إفريقيا لأقل من 17 عام كان إنجاز كبير وتاريخي، الشان علاوة على ماذا؟ علاوة على كأس العالم للشباب، ثم كأس العرب. كل هذه المعطيات تجعل المغرب في الريادة، أراد من أراد. هذه حقيقة، المغرب هو العنوان الأكبر والأكثر إشاعة على المستوى الكروي. وليد أعتقد بأنه في هذه المرحلة هذه وجهة نظر، وربما قد يشاطرني البعض وتبقى وجهة نظر شخصية، لم تعد رجل المرحلة. نترقب مدرب كبير آخر يقدم الإضافة. لن نقلل من قيمتك، على كل شخص أن يلقي برأيه. وسأختم بهذه الأبيات للمتنبي عندما قال في إحدى الأبيات وهو يدافع عن مبادئه: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فصار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. أجزني إذا أنجدت شعرا، فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. وهنا أتحدث عن المغرب الذي سيحلق ويواصل رحلة التحليق في عالم النجومية والحضور. كأس إفريقيا على مستوى تنظيم بروفا مونديالية، والمغرب صدر سحر من نوع آخر. يكفي أن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن هذا الحضور الاستثنائي لبلد استثنائي. تحياتي.